اللي منكم يبغى قوة، اللي منكم يبغى القوة في جسده ويزيده الله سبحانه وتعالى بالرزق والمال الوفير، بسيط جدا. وين احنا عن الاستغفار؟ أنا بعطيكم آيتين فقط من القرآن، ثم ابحثوا عن الاستغفار في القرآن اللي تحصلون. اتعبوا شوي. عندكم 52 في سورة هود. اللي منكم هزيل ويبغى يقوى، واللي قوي يبغى يصير أقوى من كذا، سواء في المادة وفي الرزق في أي شيء يبغاه. الله سبحانه وتعالى يقول: ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا الاستغفار يجيب القوة ويجيب كل شيء ويرسل السماء مدرار، مو بيعطيكم إياها تنقيط، يعني وياكم ننقط على بعض. الله سبحانه وتعالى في آية ثانية: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، مو مال، بأموال، وله بني ولد واحد وبنينا ويجعل لكم جنات مو بجنة وأنهار مو بنهر، كل شيء دبل وضعف. بس احنا نستغفر فقط. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نبغى الاستغفار تكفون، حافظوا عليه. وشوفوا كيف تفتح لكم أبواب السماء وبركات الأرض إذا حافظتوا على الاستغفار. فتخيل تتبع الاستغفار، يعني تجيب قبل الاستغفار تجيب التسبيح: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى آخر شيء فسبح باسم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا التسبيح والاستغفار والدعاء، الثلاث الأشياء هذه تشبكونهم مع بعضهم تفتح لكم بركات السماء. أقسم بالله الذي أحل القسم إني أنا شخصيا جربت هذا الأمر وكنت على يقين، ما كان من باب التجربة، ولكن قلت خلني أنا بسوي وانتظر. والله العظيم حلفت لكم بالله إنها فرجت عندي في أشياء كنت أظن إنها لا تفرج، أنا شخصيا، مو واحد قال لي. والله سبحانه وتعالى بيني وبينكم شهيد. انشروا هذا المقطع إذا وصلكم، واللي مو متابع يتابع.